يا مساء الفل والجمال. أهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. في ناس فاكرة ان النجاح لازم يبدأ باسم كبير أو فلوس أو علاقات أو فرصة جاهزة، بس الحقيقة أخطر النجاحات في العالم بدأت من ناس عادية جدا ما كانش حد واخد باله منها أصلا. ناس عايشة الحياة شبه بعض، شغل، رجوع، نوم، بس فجأة موقف صغير جدا يغير كل حاجة. خلينا نحكي عن شاب في أوائل العشرينات عايش في القاهرة، ما كانش عنده أي حاجة مميزة في نظر الناس. كان بيشتغل شغل بسيط، مساعد في محل موبايلات، زائد شغل توصيل طلبات بعد الظهر عشان يزود دخل. أيام كلها شبه بعض، الصبح يفتح المحل، يرد على الزباين، يركب موبايلات أو يشحن أجهزة، وبعدها يطلع يجري على طلبات التوصيل، ويرجع آخر اليوم مرهق جدا، ينام ويكرر نفس الحلقة. كان عنده حلم جواه بس مش واضح، نفسي أعمل حاجة تبقى ليا، مش مجرد شغل وخلاص، بس ما كانش عارف يبدأ منين. في يوم عادي جدا راح يوصل طلب لعميل في شركة صغيرة، وهو قاعد مستني لاحظ حاجة، إن في شغل بيتعمل بشكل عشوائي جدا، مفيش تنظيم، مفيش طريقة واضحة، وكل حاجة بتضيع وقت ومجهود. رجع البيت وهو بيفكر، هو ليه مفيش طريقة أسهل من كده؟ ساعتها ما كانش عنده فكرة كبيرة، كان مجرد سؤال، بس السؤال ده كان البداية. بدأ يفكر يعمل فكرة بسيطة، خدمة توصيل طلبات أو متابعة شغل بسيط أونلاين. راح يتكلم مع صاحب محل يعرفه، قال له الفكرة. الرد كان واضح، الفكرة دي مش هتنجح، الناس مش محتاجة ده. حتى صاحب المحل ضحك وقال له ركز في شغلك أحسن. رجع البيت محبط جدا، بس ما وقفش. بدل ما يستنى فرصة بدأ يعمل حاجة بسيطة جدا بنفسه. كان بيستخدم موبايله القديم ويعمل جداول على ورق، ويجرب ينظم طلبات أصحاب محلات بشكل يدوي. في الأول محدش كان مهتم، كان بيقابل رفض كتير، مش محتاجين ده، مش فارق، كمل شغلك وخلاص. بس كان عنده حاجة مختلفة، كان بيعدل كل مرة بيفشل فيها، مش بيكرر نفس الغلط. بعد محاولات كتير صاحب محل صغير وافق يجرب معاه بشكل بسيط جدا. في خلال أسبوعين المحل بدأ يلاحظ فرق، وقت أقل في التوصيل، أخطاء أقل، تنظيم أفضل. مش نجاح ضخم، بس كان أول دليل إن الفكرة تنفع، وده كان أهم لحظة. بدأ يكبر الفكرة خطوة خطوة، خد نفس النظام اللي عمله يدوي وحاول يحوله لنظام أبسط. بدأ يقنع محلات تانية، واحدة ورا التانية، مش بسرعة لكن بثبات. كل رفض كان بيخليه يطور نفسه. بعد سنة تقريبا بقى عنده نظام صغير بيستخدمه أكتر من محل، وبقى عنده سمعة بسيطة. الولد اللي بينظم الشغل اللي كان مجرد شاب عادي جدا بدأ يتحول لشخص ليه قيمة حقيقية، مش لأنه عبقري من البداية، لكن لأنه استمر. الحقيقة إن القصة دي مش عن فكرة عبقرية ولا فلوس ولا حظ. القصة دي عن شخص شاف مشكلة بسيطة، معداش عليها
جرب وغلط واترفض واتعلم وكمل. في النهاية لو انت شايف نفسك شخص عادي، افتكر ان كل اللي ناجحين دلوقتي بدأوا من نفس النقطة. الفرق الوحيد انهم ما وقفوش عند كلمة عادي. يمكن النهاردة انت لسه في البداية، بس البداية دي ممكن تكون أهم مرحلة في حياتك. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.